هاد الآلة اللي كتشوفوها كل نهار في الزنقة ماشي غير وسيلة نقل، الطوموبيلات بدلات العالم كامل، بدلات طريقة السفر، الخدمة، حتى شكل المدن اللي عايشين فيهم دابا. ولكن واش عمرك سولتي راسك كيفاش كانوا الناس كيتنقلوا قبل الطوموبيلات؟ وشكون أول واحد اللي فكر يسير بعربة كتمشي بوحدها؟ وكيفاش تحولت من آلة بطيئة وبسيطة لواحد التكنولوجي سريع وذكي؟ في هاد الفيديو غادي نكتشفوا القصة الكاملة ديال الطوموبيلات من أيام الخيل والعربات حتى السيارات الكهربائية وذاتية القيادة. غادي نهضروا على كيفاش بدات فكرة الطوموبيل، وكيفاش كتصنع في المعامل العملاقة، وعلاش الروبوت ولات خدامة أكثر من البشر، وكيف الشركات والدول كيتنافسوا باش يصايبوا أسرع وأذكى السيارات في العالم. وغادي نشوفوا حتى المستقبل، واش فعلا غادي يجي نهار والطوموبيل تسوق بوحدها. قبل ما تخترع الطوموبيلات الناس كانوا كيتنقلوا بطريقة بسيطة وبطيئة بزاف. أغلب الناس كانوا كيمشيو على رجليهم، وهادشي كان كياخد وقت طويل خصوصا إلا كانت المسافة بعيدة. من بعد ما بداو كيستعملوا الحيوانات بحال الخيل ولا الجمال باش يسافروا وينقلوا السلع، وكان حتى العربات كتجرى الخيول، وهاد العربات كانت هي الوسيلة الرئيسية في بزاف ديال البلدان. أما في البحر والأنهار الناس كانوا كيسافروا بالسفن والقوارب، ولكن الرحلات كانت خطيرة حيت العواصف والرياح كانوا يقدروا يوقفوا السفر لأيام ولا حتى شهور. السفر في داك الوقت كان صعيب وبطيء بزاف. رحلة صغيرة اللي دابا كديرها في ساعة بالطوموبيل كانت ممكن تاخد الأيام ولا حتى الأسابيع. ومع مرور الوقت البشر بداو كيحتاجوا وسيلة نقل تكون أسرع وأسهل، تقدر تنقل الناس والسلع بسرعة أكبر. وبدات التجارة كتكبر والمدن كتزاد عدد السكان ديالها، وهادشي خلى الناس يفكروا في اختراع وسيلة جديدة. ومن هنا غتبدا قصة صناعة السيارات. فهو في القرن 19 بزاف ديال المخترعين كانوا كيقلبوا على طريقة باش يصايبوا العربة تمشي بوحدها بلا خيل. الفكرة كانت هي علاش ما نخليوش المحرك هو اللي يحرك العربة بلا حتى شي حيوان يجرها. من بين أكثر الناس اللي نجحوا في هذه الفكرة كان المهندس الألماني كارل بينز، اللي كتعتبر عند بزاف ديال الناس هو اللي اخترع أول سيارة حقيقية في العالم اللي سميتها بينز باتن موتور ويغن، وتصايبت سنة 1886. وكان مختلفة بزاف على السيارات ديال دابا حيت عندها 3 طروال والشكل ديالها قريب للعربة الصغيرة، وما كانش فيها لا جاج وما كان فيها حتى شي حاجة إلكتريك. وكانت أول سيارة ناجحة خدامة بالبترول باستعمال محرك صغير يخدم بالوقود. أما السرعة ديالها كتضرب تقريبا من بين 15 حتى 20 كيلومتر في الساعة، يعني السرعة ديالها ماشي بحال ديال دابا. ولكن في ذاك الوقت كانوا الناس قانعين بها حيت غتسهل عليهم شحال من حاجة. من بعد أول طوموبيل تخترعت الشركات والمهندسين بداو كيطوروا السيارة كل سنة، ولات المحرك أقوى والسيارة ولات كتستهلك بنزين أقل. في الأول كانت السرعة ضعيفة، ولكن مع التطور ولات بعض السيارة كتفوت 200 كيلومتر في الساعة. حتى الشكل ديال السيارة تبدل بزاف، القديم كان كيشبهوا العربات ديال الخيل، أما دابا ولا عندها تصميم عصري بحال الزجاج زاد ليها وحتى الضوء، خص الكادر اللي ولا كيخليها تمشي بسرعة في الطريق ولا مقاومة كبيرة ديال الرياح. ومع الوقت زادوا بزاف ديال الحوايج جديدة بحال المكيف والراديو والأحزمة ديال الأمان والشاشات الذكية. التصميم ديال الطوموبيل كيبدا قبل بزاف ما تصايب حتى شي حاجه من الجزء منها. في الاول الشركات كيجمعوا مهندسين وصحاب الديزاين كيبداو يفكروا شنو النوع ديال الطوموبيل اللي بغينا نصايبو، بحال ديال العائله ولا تكون طوموبيل سبور اللي هي كتمشي بالزربه، وكاينين بزاف تاع الانواع. ومن بعد صحاب الديزاين كيبداو يرسموا افكار كثيره على الورق ولا في الحاسوب. في هذه المرحله كيكون الابداع مهم بزاف حيت كل شركه كتبغي الطوموبيل ديالها يكون عندها شكل خاص يفرق على الشركات الاخرين. ومن بعد ما كيختاروا الشكل المناسب كيبداو يديروا التصميم ثلاثي الابعاد في الحاسوب. هاد التصميم كيخليهم يشوفوا الطوموبيل من جميع الجهات قبل ما يتصايب في الحقيقة. حتى التفاصيل الصغيرة كيدقوا فيها بحال الشكل ديال الضواو ولا البيبان ولا الكراسي وحتى فين غيكون كل زر. ماشي غير الشكل اللي مهم، حتى الهواء كيدرسوه، حيت الا كان الطوموبيل كتشق الهواء بسهولة غادي تمشي بسرعة أكثر وغتصرف بنزين أقل. هادشي كيسموه ديناميكية الهواء. ومن بعد كيصايبوا نموذج أولي، يعني نسخة تجريبية ديال الطوموبيل، كيجربوها ويشوفوا واش كلشي خدام مزيان ولا خاص شي تعديلات. من بعد ما كيساولوا التصميم كيبداو تصنيع الهيكل، يعني الجسم ديال الطوموبيل اللي كيركب عليه كلشي. الهيكل مهم بزاف حيت هو اللي كيشد الموتور والرويض والناس اللي راكبين في الطوموبيل. في الاول الشركات كيجيبوا صفائح كبار ديال الحديد ولا الالومنيوم. هاد الصفائح كيدخلوهم من ماكينه ضخمه اللي عندها قوه كبيره، وهاد الماكينات كتضغط الحديد وكتعطي الشكل المطلوب بحال البيبان ولا السقف حتى الكابو. ومن بعد القطع كامله كتمشي لمرحله التلحيم. هنا الروبوت الكبار كيبداو يلصقوا ويلحموا القطع مع بعضياتهم، عاد كيتجمع الهيكل كامل وكيدوز للتنظيف والصباغه. ومن بعد ما كنغسلوه مزيان باش ما تبقاش فيه الغبر اللي كتقيس الهيكل، عاد كتجي مرحله الصباغه اللي كدوز في آلات خاصه. والصباغه ماشي غير باش تكون الطوموبيل زوينه، ولكن حتى باش تحمي الحديد من الصدى. من بعد ما كيسالي الهيكل والصباغه كتوصل لمرحله مهمه بزاف، تركيب الموتور وداكشي اللي كيكون وسط السياره. وهذه هي المرحله اللي كتبدا فيها الطوموبيل كتبان شويه بشويه. اما الموتور كيتصايب بوحدو في بلاصه خاصه وسط المعمل، حيت كيجمعوا فيه بزاف ديال القطع الدقيقه بحال البيستونات والفيلات والكابلات وداكشي الاخر. وكل قطعه خاصها تركب بلاصه بدقه حيت اي غلط صغير يقدر يخلي الموتور كامل يخسر.
ومن بعد كتجي مرحلة اللي هي أصعب من المراحل، حيت الهيكل ديال الطوموبيل كيدوز فوق آلات كبيرة والموتور كيطلع من التحت عاد كيدخل في بلاصتو ديالو بالضبط، عاد كيبداو يربطو مع الكابلات ديالو بالبدر والرادياتور، عاد داكشي فين كيدوز ليسانسون المازوت حتى هو كيركبوه، ومن بعد كيركبو السيستيم ديال السياقة كامل، الفولون الفرانات وداكشي الاخر. وفاش كيركبو الرويل الطوموبيل كتولي قادر تتحرك لأول مرة داخل المعمل، ومن بعد كيدوزوها لاختبارات كثيرة باش يتأكدوا بلي كلشي خدام مزيان قبل ما يوصلوا للناس. في معامل السيارات الروبوت ولات خدام بزاف، حيت الخدمة كتحتاج سرعة ودقة كبيرة، أي غلط صغير في تركيب شي قطعة يقدر يدير مشكلة في الطوموبيل كاملة. وهادشي علاش الشركات كيعتمدوا بزاف على الروبوت، والروبوت كيديروا بزاف ديال الأعمال الصعيبة بحال تلحيم القطع ديال السيارة وتركيب بعض القطع الثقيلة، وكينقلوا القطع بسرعة من بلاصة لبلاصة، وحتى المساعدة في تركيب المحرك والعجلات. وكاين روبوت كيخدموا 24 ساعة بلا ما يعياو وكيعاودوا نفس العملية آلاف من المرات. اما البشر فرغم انهم مهمين بزاف في المعامل ما يقدروش يوصلوا لنفس السرعه ديال الروبوت في بعض الاعمال، حيت الانسان كيعيا ويقدر يغلط ولا يقلل ليه التركيز من بعد ساعات طويله ديال الخدمه. وزيد على هادشي بعض الاعمال الخطيره بزاف بحال التلحيم بحراره كبيره ولا حمل القطع الثقيله كيديرها روبوت بسهوله وبامان اكثر. وكاين حتى مع التطور كامل البشر مازالين مهمين بزاف، حيت هما اللي كيراقبوا الجوده وكيبرمجوا الروبوت وكيشوفوا واش كلشي خدام مزيان. من بعد ما كتسير الطوموبيل في المعمل ما كيمشيوش يبيعوها مباشرة، أول خاصها دوز من اختبارات كثيرة باش يتأكدوا بلي آمنة وخدامة مزيان، حيت أي مشكلة صغيرة يقدر يدير حادثة خطيرة في الطريق. أشهر اختبار هو اختبار الصدمة، في هذا الاختبار كياخدو طوموبيل جديدة وكيضربوها بسرعة في حيط ولا حاجز حديدي باش يشوفوا شحال كتحمي من الشخص في الداخل تاعها، وكيكونوا حاطين مركز الداخل ديال السيارة وفيها حساسات كتقيس قوة الضربة على الرأس والصدر والرجلين. ومن بعد كيشوفوا واش الأبواب تحلوا، وكيشوف عاوتاني الإرباك ديال الأمان واش خدم، وكيشوف عاوتاني الهيكل واش قدر يحمي الركاب. وكاين حتى اختبار السرعة، كيجيبوا الطوموبيل في طرقان خاصة ولا في حلبات كبيرة باش يشوفوا أقصى سرعة تقدر توصلها الطوموبيل واش كتبقى ثابتة ومتحكمة مزيان وهي مكسيرية. أما الفرامات كيجربوهم بزاف ديال المرات وكيشوفوا واش كتوقف الفرامل مزيان وواش كتقدر توقف مزيان في الشتا ولا في الطريق اللي كتكون كتسلى. وكاين اختبارات أخرى ديال الأمان بحال واش الطوموبيل كتقلب بسهولة ولا لا، واش الضوء خدامين مزيان، وكيتابع عاوتاني الكراسي وحسابات الأمان واش كيحموا الناس، وحتى واش كتقدر تحمل درجة الحرارة والبرد. وفاش كتنجح الطوموبيل في هاد الاختبارات كاملة عاد كيعطيوها الموافقة باش تخرج للناس وتتباع في الفروع ديال الشركة اللي مصايباها. دابا ولا عالم السيارات فيه منافسة كبيرة بزاف، وكاينين دول كبار كيسايبوا ملايين الطوموبيلات كل عام، وهذا هو ترتيب الدول الأكثر شهرة في صناعة السيارات. في المركز الخامس كاينة كوريا الجنوبية، وهاد الدولة تطورت بزاف في صناعة السيارات في آخر السنوات، من أشهر الشركات ديالها هيونداي وكيا. وفي المركز الرابع كاينة أمريكا، حيت هي من أقدم وأقوى الدول في صناعة الطوموبيلات، ومن أشهر الشركات ديالها فورد وشيفرولي وتسلا. وفي المركز الثالث كاينة ألمانيا، هاد الدولة معروفة بالطوموبيلات الفخمة والقوية بزاف، من أشهر الشركات ديالها مرسيدس وبي ام دبليو والأودي. وفي المركز الثاني كان اليابان، وكتميز اليابان بالسيارة اللي فيها الدقة في التكنولوجيا، من أشهر الشركات ديالها تويوتا وهوندا ونيسان. وفي المركز الأول كتمركز الصين، ولات أكبر دولة في العالم في صناعة السيارات خصوصا الطوموبيلات الكهربائية، من أشهر الشركات ديالها بي واي دي وجيلي. من بعد ما كانت الطوموبيلات غير اختراع جديد، ولات مع الوقت جزء مهم بزاف من حياة الإنسان اليومية، حيت غيرت طريقة العيش والخدمة وحتى شكل المدن كامل. قبل اختراع السيارات الناس كانوا كيسكنوا قريب للخدمة ديالهم، حيت التنقل كان صعيب وبطيء. ولكن من بعد انتشار الطوموبيلات المدن بداو كيكبروا بزاف، والناس ولات تقدر تسكن بعيد وتمشي للخدمة ديالها بسهولة. حتى الطرقان تبناو بسبب السيارات. أما السفر فرا الطوموبيل بدلاتو كامل، حيت قبل السفر بين المدن كان كياخد أيام طويلة ومتعبة، أما دابا الناس كيقدروا يسافروا بسرعة وبارتياح. وحتى الاقتصاد تبدل بزاف بسبب الطوموبيلات، حيت ملايين الناس خدامين في هذا المجال، في المعامل، الميكانيك، بيع السيارات، البنزين، النقل. وزيد لها شي الطوموبيلات سهلت نقل السلع بين المدن والدول بسرعة كبيرة، وهادشي ساعد التجارة تكبر. رغم بزاف ديال الحوايج زوينين اللي جاب الطوموبيل، كاينين حتى سلبيات ومشاكل سباتهم في العالم، واكبر مشكل هو التلوث، حيت بزاف ديال الطوموبيلات كيخرجوا الدخان والغازات اللي كيلوثوا الهواء، وهادشي كيأثر على البيئة وحتى على صحة الإنسان. وكاين حتى الزحام في الطرقان، في مدن كثيرة في العالم الطرقان عامرين بالطوموبيلات، والناس كيبقاو ساعات وسط الترافيك خصوصا في المدن الكبيرة. ومن أخطر الحوايج كاينة حوادث السير، وكل عام كاينين بزاف ديال الحوادث بسبب السرعة، عدم الانتباه للسياقة الخطيرة، وهادشي كيخلي آلاف الناس كيتصابوا ولا كيتوفوا في العالم كامل. وزيد على هادشي الطوموبيلات كتحتاج مصاريف كثيرة بحال البنزين ولا التأمين وحتى الإصلاح والصيانة. ورغم هاد المشاكل العالم باقي كيقلب على حلول جديدة بحال الطوموبيلات الكهربائية ولا الطاقة النظيفة باش ينقصوا من هاد السلبيات. مستقبل الطوموبيلات كيتبدل بسرعة كبيرة بزاف،
والعالم كامل دابا داخل في مرحلة جديدة فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. أكبر تغيير دابا هو الطوابير الكهربائية. الطوموبيلات ما كيستعملش البنزين ولا المازوت ولكن كيخدموا بالكهرباء بحال التليفون، والسبب علاش العالم بدا كيتجه ليهم هو حيت كيخرجوا تلوث أقل. وزيد على هادشي الذكاء الاصطناعي بدا كيدخل بقوة في الطوموبيلات. دابا كاين سيارات يقدروا يعرفوا الطريق بوحدهم ويوقفوا إلا كان خطر. وأكثر الحوايج اللي فيهم الاستغلال كاين الطوموبيل الذاتي القيادة، يعني طوموبيلات فيهم كاميرات وحساسات كثيرة وكتقدر تمشي في الطريق بوحدها بلا ما يحتاج السائق يحرك الفولون في الطريق كلها. وشحال من شركة خدامة على هاد التكنولوجيا بحال تيسلا وجوجل عبر مشروع السيارة الذاتية ديالها. أما السؤال الكبير اللي هو السائق غادي يختفي مستقبلا؟ ممكن في بعض الحالات، خصوصا في التاكسيات ولا النقل تولي السيارات كتسوق بوحدها. ولكن بزاف ديال الناس مازال كيعتقدوا بلي الانسان غيبقى مهم، حيت التكنولوجيا مازال خاصها تطور اكثر باش تكون امنه 100%. يعني المستقبل ممكن نشوفوا فيه طوموبيلات ذكيه. حسنا، إلا وصلنا لاخر الفيديو ما تنسوش، لا عجبكم المحتوى ديروا لايك ومتابعه القناه.